كنت بكتب على الفيسبوك برايفت، تمام، بكتب بوستات برايفت انا بس اللي اشوفها. النهارده المحاوله الاولى في تبطيل السجاير، اجرب مثلا ان انا اشرب، اقول ان انا هشرب النهارده 5 سجاير بس، تمام، اشرب ال5 ولاقيني عشان شربت بشرب ال6 وال7. تاني يوم النهارده المحاوله الثانيه انا هشرب سيجاره واحده بس، تمام، وافضل طول اليوم ما اشربش غير مثلا ايه العصر كده، فبقوم شاربها، تمام. اروح تاني للفيسبوك، المحاوله فشلت، النهارده اليوم التالت، قعدت احاول لحد ما اكتشفت ان افضل طريقه ان انا اقطع نهائي، تمام. قعدت اجرب اشرب شيش، يعني قعدت اجرب حاجات كتير لحد ما اكتشفت ان هي الطريقه ان انا اقطع سجاير تماما. حلو. تمام. وقمت كاتب النهارده، كان معايا سيجاره ساعتها وانا بكتب البوست ده، دي اخر سيجاره في حياتي، وكنت اعنيها بكل ما يحمله المعنى، تمام. فهخلصها ودي اخر سيجاره اشربها تاني في حياتي، تمام. عظيم. تاني يوم فضلت رابط على نفسي كده، النهارده بس يعدي عشان اكتب، اروح اكتب على الفيسبوك ان النهارده اول يوم عدى وانا ما شربتش. تاني يوم نفس الموضوع، طب الدنيا بتبقى صعبه شويه، اعدي بس واخلص الدنيا عشان اكتب ان انا ايه، بطلت، تمام. وبدات ان انا امشي، جيت لحد يوم الجمعه، كان ده اصعب يوم بالنسبه لي، لان يوم الجمعه ده كلنا اصحاب قاعدين بنتجمع بقى والاوضه بتبقى معبيه دخان اصلا. فده كان اصعب يوم في حياتي، وكنت يعني خلاص يعني ان انا هستسلم، بس اللي هو عشان اروح بس اكتب ان النهارده عدى على الفيسبوك، تمام. فالحمد لله اليوم عدى، وعديت اسبوعين 3 بدون ما اشرب اي سجاير. طبعا كنت ساعتها بعوضها بعصاير كتير، يعني كان الموضوع اي حاجه تلهيك عن السجاير. انا كان مشكلتي مش في التدخين قد ما مشكلتي ان هي عاده، ان انا عايز بقي دايما شغال في حاجه في ايدك وبتشد. فانا كنت معوضها دايما بالعصير والشهوه والحاجات دي، تمام. بالعصير والشاي والحاجات دي. فبس اول 3 اسابيع عدوا، يعني ايقنت ان انا الحمد لله بطلت سجاير. بعد كده بدات اروح الجيم في الفتره ديت وانتظم.